السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة معانا فيديو خفيف كده، وان شاء الله يا رب يعجبكم. وقبل ما نبدأ الكلام نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعاكم ابتسام، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة. طبعا البطاطا مالية السوق، وما شاء الله عليها يعني رخيصة، مش هنسيبها في حالها بقى يعني. فقلت بقى كده اجيب حوالي كده 2 كيلو ونشكل بقى كده. احنا زهقنا بقى من البطاطا المسلوقة والبطاطا المشوية، فاحنا خلاص بقى زهقنا. فقلت بقى كده ايه، انا هعمل اختراع. فقلت الاختراع ده وتعمله لوحدي يعني؟ لا خالص. فقلت اعمله بقى ايه معاكم كده ونشوف الاختراع و... ويلا بينا. احنا معانا كده حوالي 6 بطاطات وسط كده يعني، ودولت هيتشوي. تمام، هنشويهم بعد طبعا ما غسلناها كويس ونضفناها حلو هنشويهم. انما المقلبزين اللي قدامكم دول، فدولت هنقشرهم وهنسلقهم، وهنشوف بقى هنعمل فيهم ايه. احنا كده معانا حله وحطينا فيها ميه، بس الميه دي بقى طبعا انا هزودها بعد كده. وهتحطي السكر اللي انتي عاوزاه، السكر ده براحتك خالص زي ما تحبي. فانا الميه دي زودتها بعد كده، غطيت بيها البطاطا. ومعانا عود قرفة كده، بس دوت كان مكسور فانا حطيته. خلاص، لو مش بتحبي القرفة بعد ما تغلي وتخش خلاص في السوا معاكي وقربتي تنزليها، حطي فانيليا. يعني لو مش بتحبي القرفة او حاجة. واحنا معانا هنا البطاطا بعد ما قشرناها وقطعتها كده عشوائي زي ما انت شايفة. هحطها في المية اللي انا حطيت فيها السكر والقرفة، وهغطي بيها. المهم يعني المية تكون مغطية البطاطا. تمام. وهنا بقى معانا الكريم جانتيه، كوباية كريم جانتيه وفيها ربع، ومعانا ربع سكر، ربع كوباية سكر، بس السكر يكون مطحون يكون ناعم. وكوباية مية ساقعة متلجة. تمام. وهنفضل كده نضرب في الكريم جانتيه لحد ما يبقى ايه تمام معانا. خلاص هيتقل معانا كده، وخلاص كده مسك معانا وزي ما انتوا شايفين. دي بقى البطاطا اللي احنا شويناها. طبعا احنا زهقنا منها بقى كده، فقلت بقى ايه اغير شوية. فزي ما انتم شايفين كده هفتحها كده من النص. اصل احنا لازم ننوع شوية يعني، مش كله بقى ايه زي ما احنا متعودين، إيه مسلوقة ومشوية. لا، وبعدين هي رخيصة بقى الحمد لله كده في السوق، فنعمل بقى اللي احنا عايزينه فيها يعني. خلاص احنا كده اهوت، خلاص قطعناها كده فتحناها من النص. وهنجيب بقى الكريم جانتيه. بصوا بقى، انا الكيس بتاع الكريم جانتيه بتاعي ده مش لاقياه، ما لقيتهوش. فانا عندي البلبله بتاعته فحطيته في كيس تلاجة. حطيت كده في الكريم جانتيه. ما قالش لا يعني ما توقفيش حالك، مفيش حاجه توقفك. انا بس ايه علشان خاطر التليفون كان محطوط قدامي، فانا مش طايله كويس، فعشان كده مش بصراحه مش عارفه احط حلو. وبعد ما حطيت الكريم جانتيه فروحت رشه السوداني، معنا سوداني مجروش، ورشيتها عليه زي ما انت شايفه كده. بس والله كان الطعم تحفه وخرافه، مش قادره اوصفلك يعني. اتاكلت هوا، حاجه جديده كده وتغيير. بس خلاص. وبعدين كوبايه كريم جانتيه يعني وشويه ميه ساقعين، وخلاص على كده وغيرنا. تعالي بقى هنا، البطاطا بعد ما استوت صفيناها من الميه بتاعتها، وحطيتها كده في بولة او في حاجة، وبالهراسة، وفضلنا نهرس فيها، هرست لحد ما نعمت معايا وبقت زي الفل كده زي ما انتوا شايفين. خلاص. معانا بقى كده اي حاجة بتدخل الفرن. هنجيب بقى كده بولة، اي حاجة هتخش الفرن، مثلا بايركس مثلا، او عندي طواجن برضو هنحط فيها. توزعي بقى كده.
حطي بقى كده في الطواجن، وزعي فيها وظبطي الدنيا خالص. بس القرفه بصراحه كانت مخليه طعمها جميل جدا وريحتها حلوه قوي. اللي ما بيحبش القرفه يقدر زي ما قلت لك كده اهوت في الاواخر خالص، بعد ما خلاص هتنزليها تحطي فانيليا، وما تكتريش عشان خاطر ما تمررش معاكي، وما تسيبيش الفانيليا تغلي فيها وهي على النار عشان ما تمررش. وسويناهم كده كلهم بالمعلقه في الطاجن كده، بس كده. وهنجيب بقى السوداني المجروش معانا، هنرشه كده، امليها بقى براحتك خالص سوداني بقى وظبطي حالك. تمام، بس كده. والكريم جانتيه بقى اللي عندنا هنملاه بشكل عشوائي بقى، تحطي بشكل عشوائي لان ده هيخش الفرن، فكل ده هيسيح معاكي، بس ما تخليهوش مالي البرام معاكي علشان خاطر يعني ده بيسيح شويه. تمام، فانتي ما تحاوليش ان هو يكون واصل للحرف، لا قبل الحرف كده، وتحطي كده وتظبطيه باي شكل بقى انت عايزاه لان ده هيسيح. وتكوني مشغله الشوايه، مش عايزين الفرن لان هي البطاطا مستويه ودوت كريم جانتيه، يعني احنا مش عايزين نسويه، احنا بس هنديله وش مش اكتر. هندخله بقى دلوقتي الفرن تحت الشوايه، مش هياخد معاكي اي حاجه خالص، 5 دقايق كده وهتطلعيه، واقل كمان من 5 دقايق وبقى بالشكل ده، شكل وطعم وريحه مفيش بعد كده. الكرمله ديت تحفه تحفه، الكريم جانتيه لما ساح كان حكايه بصراحه. ويا ريت حضرتك لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش في اللايك، وما تنسينيش في التعليق، وما تنسيش بقى تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا رب تكون وصفتي عجبتك، ويا رب تكون سهلة، وإن شاء الله أشوفك في فيديو جديد.